غسل الممبار كلكم اشطر مني واساتذتي فيه، فمش هتكلم عنه. كل عام وحضراتكم بالف خير. الايام ديت ايام خير وبركه، خلينا نستغلها على قد ما نقدر. اللي عايز يعمل خير واللي عايز يعمل ثواب ربنا يتقبل مننا جميعا ويعود علينا وعليكم الايام بخير. هجيب بصل متقطع مكعبات بالسكينه مش بالكبه، خدي بالك، وانزل عليهم بمعلقه كبيره من كل حاجه: بابريكا، كزبره، كمون، فلفل اسود وملح. وانا عايز البصل هنا يفتح عينيه على طعم البهارات والتوابل والتحبيشه والتوليفه اللي احنا عاملينها دي، عشان تاكلي خلطة ممبار مش هتنسيها طول حياتك. بعد كده انزل بطماطم طازة مضروبة في الخلاط وعليهم معلقتين من الصلصة البوريه. انزل كمان بطماطم فريش متقطعة مكعبات وقرن فلفل سبايسي يكون في طعم سبايسي بسيط قوي، وانزل كمان ب4 فصوص من الثوم واسيبها تتسبك. بعد كده ثلاثي اضواء المطبخ: الشبت والبقدونس والكزبرة والرز المصري. نقلب الكلام ده كله ونسيبه يبرد. بعد كده قبل الحشو بنحط شويه زيت ونجيب الممبار القمر بتاعنا. البعض يعمل الخلطه ديت على البارد، عايزه تجربي مفيش مشكله. الرز لما بينزل على الخلطه ديت وهي سخنه ويشرب من التتبيله والطعم، صدقوني ما يتقارنش ابدا بالرز اللي بيتعمل على البارد، وده ذوق الشخصي. ايا كانت الخلطه ايه، حذاري تحشي الهانك بتاعك رز على الاخر. انا عايز بعد الحشو يكون الهانك مبطط بالشكل اللي انت شايفاه ده. كلنا عارفين ان الرز حجمه بيتضاعف جوه الميه، فمش عايز الهانك دوت يتفرتك منك. بعد الحشو لازم تبططيه ويكون بالشكل اللي انت شايفاه ده. هاتي لي بقى الدباره وقطعيها قطع صغيره واعمل لي كل خرزه قد التانيه. بص زي ما انت شايفه كده، ما شاء الله شبه العقد اللولي وتمام التمام. عملنا الكميه كلها بتاعتنا. تعالوا بقى نخش على الخطوه اللي جايه. حله يكون فيها ميه بتسخن كويس قوي، بنحط فيها طماطم وبنحط بصل، بنحط كمان ورق لوري وبنحط مسمار اللي هو القرنفل وبنحط هيل اللي هو الحبهان. المهم ان كل التوابل ديت تكون بنز، ما تحطهاش بودر عشان خاطر ما تغيرش معاك اللون والطعم، خدي بالك. بنسيبه على النار حوالي 3/4 ساعه على حسب نوع الهانك اللي انت جايباه، لغايه ما بيطلع معاكي بالشكل القمر اللي انت شايفاه ده. ما شاء الله روعه الروعه. بنصفيه كويس جدا ونعمل مع بعض الخلطه اللي انت هتعتمديها بجد في كل وصفه ممبار هتعمليه: كوبايه حليب وعدد 1 بيضه، معلقه سكر، معلقه ملح، معلقه فلفل اسود، وبنقلبهم كويس قوي. وبعد كده بننزل مع بعض بكوبايتين من الدقيق. المهم ان الخلطه في الاخر القوام بتاعها يكون بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده. بص المنظر عامل ازاي، يا عيني يا عيني يا عيني، ايه الدلع ده. وننزل في الخلطه السريه بتاعتنا وننزل على طول في البانكوك ونبتدي نبصم عليه كده بايدينا ونعمل الكميه بتاعتنا او اللي احنا عايزينها بنفس الشكل ده كده. هاتيلي كمان البوبس بقى وحطيه في العصيان الخشب، ونفس الفكره في العجينه، وبعد كده على البقسماط. وتعالوا نشوف مع بعض هنعمل النهارده بجد عظمه. بصي ما شاء الله روعه الروعه، هتاكلي صوابعك وراه. ننزل بعد كده بالممبار اللي واخد بريدنج ونسيبه يتحمر لغايه ما ياخد اللون الجميل ده. شوفي لي جمال القرمشه والدلع كله، اسمعي كده، سامعه القرمشه والخروشه، ايه الجمال ده. حاجه جديده ومختلفه والولاد هيحبوه جدا. يلا بينا. وفي النهايه اسيبكم في حفظ الله واشوفكم في وصفه جديده. سلام عليكم.